خلاص يا شباب، رسميا اليمن ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. تعالوا احكي لكم القصة. طبعا القصة بدأت في عام 1996 لما اليمن تقدم بطلب رسمي للانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي، ولأن اليمن هو البلد الأقرب من بين كل دول المنطقة تم مناقشة موضوع انضمامها بشكل رسمي أكثر من مرة. وفي عام 2001 تمت الموافقة على انضمام اليمن بشكل جزئي في مجالات معينة مثل التعليم والصحة والرياضة. عشان كذا نشوف اليمن دائما يشارك في دورات الألعاب الخليجية حتى أنه استضاف بطولة خليجي 20 عام 2010 في عدن. كل هذه الأشياء عبارة عن تمهيدات أولية لضم اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي. فتخيل عزيزي المشاهد الجميل لو أن اليمن أصبح ضمن هذه المنظومة القوية الداعمة. ستدخل اليمن مرحلة ازدهار جديدة بسبب الاستثمارات الهائلة، مستشفيات حديثة، مدارس متطورة، مدن منظمة ومخططة، سيولة مالية، دخل عالي وقوة شرائية واقتصاد مستقر ستجعل اليمن ينطلق إلى مصاف الدول المتقدمة. ستصبح عدن واحدة من أقوى المدن الاقتصادية في العالم ومدينة شحن عالمية تنافس جدة ودبي بسبب موقعها الاستراتيجي. مدن قديمة مثل صنعاء القديمة وشبام حضرموت وغيرها من المواقع الأثرية سيتم إدراجها في قائمة التراث العالمي وستكون قبلة سياحية خليجية وعالمية. ميناء الحديدة سيصبح أكبر محطة تخزين وانتظار في العالم ونقطة تربط بين شرق العالم وغربه. حضرموت ستصبح مركزا للطاقة وتعز عاصمة للعلم والثقافة. أما سقطرى فهي كنز اليمن وجوهرة اليمن السياحية، وكل محافظة لها طابعها الخاص والشيء اللي يميزها عن غيرها. وطبعا المواطن اليمني سيحصل على حق حرية التنقل بين الدول الخليجية الست بدون كفيل وبدون فيزا وبدون تأشيرة، وقتها يقدر يقول أبشر وعلى خشمي وعطى لكسس وأبغى موية. انضمام اليمن يعتبر فرصة متبادلة ما بين دول الخليج واليمن نفسه، فاليمن بلد بثقل جغرافي واستراتيجي جدا مهم وخيرات لا تعد ولا تحصى وتاريخ قديم يمتد لملايين السنين. يلتقي أخيرا مع دول تشبهه في اللغة والدين، الثقافة والهوية، التوجه والطموح، وهذا أكيد يجعل من المنظومة الخليجية أكبر وأقوى وأوسع، وأكيد يخلق ملايين الوظائف لملايين اليمنيين. ولكن كل هذه الأشياء تظل في قائمة التخيلات والأحلام حتى يتم ضم اليمن بشكل رسمي وكامل، لأن دول الخليج تحتاج دولة مستقرة أمنيا وقريبة من مستواهم الاقتصادي والإداري. ومرور اليمن بمرحلة غياب استقرار يجعل من حلم انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي قيد التأجيل حتى إشعار آخر. لكن خلوها في بالكم إن اليمن كنز مدفون، فشبابه ثروة بشرية وأراضيه ثروة طبيعية وموقعها الاستراتيجي يعتبر ثروة سياحية، يجعل من انضمام اليمن إضافة للمجلس مش بس مجرد إضافة عادية. اكتبوا لنا في التعليقات من أي محافظة يمنية أنتم، وإيش الشيء اللي يميز مدينتكم عن غيرها. سلام.